أحسنت كاكازاد. إذا كل ما يخضع للبحث التجريبي فهو علم. هل بإمكانك إخضاع التاريخ للبحث التجريبي؟ قبل كاكازاد. في البداية إذا البحث التجريبي ويتحول إلى قانون، أي أن يكون مثبت. لا يكفي فقط أن تقوم عليه التجربة وتقول هذا علم. أنا أستطيع أن أقول لك الآن أسوي تجربة على أن الحديد يطفو بالهواء وأقول لك عملت التجربة. لا، تجربة وتثبت الإثبات أيضا. ما العلم كاكازاد أنني يعني معي دراساتي كانت في فلسفة العلم. أستطيع أن أرسل الآن أنني قدمت مواد فيها. آزاد، أقترح عليك بندوة معينة تحضرها أو محاضرة لأجل تخصيص يوم لك لعقد هذه الندوة، من خلال وجودنا قريبين عن حول ديسلدورف أو حول مدينة ديسلدورف. يمكننا عمل الكثير من الأنشطة الثقافية. ما نفكر معي في كيفية إعداد لزوار دائمين للمنتدى. الزوار الدائمين هم الأشخاص المتواجدين في مدينة ديسلدورف أو حول ديسلدورف، والذين يمكنهم في الغالب إن لم تعترضهم مشاغلهم الحضور والتواجد، وكذلك المشاركة في أنشطة منتدانا الثقافي. لنتشارك معا حول هذه الفكرة. وهنا في هذا المساء، هذا اليوم في المساء الساعة 9 سنناقش هذه الأفكار. الكل بإمكانه بلا استثناء الدخول، وكذلك لنتعارف وأيضا لنتباحث حول مختلف المواضيع، منها ما يتعلق بصلب تواجدنا الأساسي وموضوع تنمية منتدى ديسلدورف الثقافي. كيف يمكننا جعله منتدى متميز عما سواه؟ نحن عم نحكي عن علم التاريخ. كل ما يخضع إلى علم البحث أو التدقيق بناء على علم الإيكولوجيا والآثار، ويتم توثيق المعلومات من خلال مصادر موثقة مبنية على هذا العلم الذي هو علم الآثار، فيعتبر ببساطة علم التاريخ أو ما يقال فيه أنه علم ليس علم. وكل العلوم الاجتماعية لم تأخذ بعض صفة العلم، لأنها لم تتحرر من الذاتية لتتحول إلى شيء موضوعي قابل للإثبات وقابل للاختبار وقابل لإعادة التجربة فيه. الآن ما حدث في الحرب السورية أصبح تاريخ. هل نستطيع أن نحيط بكل شيء حصل فيه؟ فما بالك ب 3000 سنة أو 4000 سنة. فيعتبر بحث تجريبي، يعني تشمل ضمن البحث التجريبي. الأمر ليس فقط خضوع للتجربة، الأمر يتطلب منك أيضا الإثبات. العلم من صفاته واحد والقابلية للتعميم، اثنين إعادة التجربة، ثلاثة حسب كارفور قابلية للتكذيب. الآن العلوم الاجتماعية برمتها كعلم النفس وغير علم النفس. علم النفس ما قاله يعني يونغ وما قاله فرويد هذا لا تستطيع تكذيبه، لا يمكن يطلق عليه صفة العلم. من صفات العلم أهم شيء وخاصية موجودة في العلم هو العموم، لا علم إلا بالكليات. قطري عافكن من الواقع قد كربو ما هون كاتبون مجارك يديروكي از خازم بيجم كو ام قارن يعني قارن خال سرعة بيجي بكن ام قاري خوجيجي مهانه ما هي جاركي ام كلك تشتبه بدرا بكن ها ككامران برا جا علي الفرا ام بيجن احمد عثمان جيجي وهاتني الالمانيا زيدا بيجي ام بيتروي ببينن آزاد خلیل تجی هی دم سلين ديرو كيفا مجولي باران حسو هي هالبثبانة أو جينيزك مايا أما ويجي جينيزك خابكن إبراهيم هروها جبوخم مهمه دي بفيرنجي بفي هاتني بابندا متخازن قادر خوشي إداري فرحتر بكن چي مستر بكن وفازاتا عم الفر بيتر هف دجفن زاتا كومك ما هي أنا بندي أو جي سروات آبا بيتر عم الفرد آخبن عم حذكن بهفدورا تم مصاب بهفدرابن وك خوشك برا هفال دوست وأفكاري ماني جهفني زكبن
كو ام قاربن هيدي في کاری به هفدورا بکن ام تف في کاری به هفدورا بکن جبر کار روشنبیری ده جواک مدا نهاتیه کرن همو کار سیاسیه ام تخوازن جوی جو روتینی ده کبن ام قاربن کاری که روشنبیری بکن به هفدورا کاری که کو خورتا بکن جوانان بکن یعنی او کار خورت به بردوام به و هیدی ام کرد خواه و غیری کرداجی کرد خواه که آستا یکم جبر ام پر غالبی ام کردن بر ام کرد خواه بینن جمع هفد ناس بکن و به هفدورا جی گریدایی بن و چاو ام کاربن تأثیر سر ملت بکن جبو ملتی که وصا روشنبیر به ملتی که وصا جی خاندنه و جی زانینه حزب بکن هلبت و ارکا گرانه و باراجی گرانه لی ام قاربن هیدی گردم یخواه ام تنه هبونا مهی جارکه یعنی ام نابجن ام دوش کار خواه و جانا ها بردن و هرن وی کاری بکن نا ام دبجن تنه ام وی مهی هر دو ببینن ام دوی مهی استراحت بکن بهن بدانه که چیکن کو ام هفدو به ناس بکن و ام افکار دو جی بشون بینن و کار خواجی هیدی بلند بکن کاری که ام بیجن به عالیه کاری که نتیکل داره به سیاسته و کاری که تخوازه همو کس انهانی هر کس چه باوری وی هبه چه آلیگری وی سیاسی هبهش ما ندارده هم قاربن همی بی کاری بکن کاری که سیاست وان نقاربون ملت بریبا ببن هم وی کاری بن بریبا ببن هم قاربن خلقی سر همان ناکوکین خوان بیک بکن التاريخ لحد الآن لا يمكن له أن يصبح علم ولا كل العلوم الاجتماعية لأنها غير مقنونة بالدرجة الأولى ولأن لحد الآن أسيرة الذاتية أسيرة الفكر والإيديولوجيات والفلسفات الآن أعطيك مثال واضح أمامك أنت وبروتوس الكمالي صديقنا في الجروب تختلفون سيقول أن السومريين مرة يقول الكرد سومريين مرة يقول الكرد كوتيين مرة يقول الكرد ما بعرف شو وأنت الآن كاشيين تقول لو كان علم لا يتم الاختلاف عليه المعادن تتمدد بالحرارة لا أحد يختلف أن المعادن تتمدد بالحرارة أعطيك مثال واضح جدا على الكلام الذي أقول فيه كاك أزاد الآن هناك التاريخ الشبحي فرضية التاريخ الشبحي لو كان التاريخ علم لا أحد يجرؤ أن يقول أن هناك 300 سنة من التاريخ محذوفة لو كان علم لا أحد يستطيع أن يجرؤ أن يقول هذا الكلام أما الآن إذا أردنا أن نتخيل ما حدث ونتخيل ونقول عليه لا الآن للأسف أنا أقول لك العلم يمكن له أن يصبح يعني يمكن أن يتجه نحو العلم لكن يجد أنه العلم بقواعد كلية تجريبية قابلة للإثبات وهو الآن لا يتم في كل الكون البشرية كلها كل العلوم الاجتماعية أغلب العلوم الاجتماعية الآن ما زالت أسيرة الذاتية على سبيل المثال علم النفس الفرويدي ليس بعلم أما ما ينجز الآن من خلال ربطه بعلم بالأعصاب وهو علم قابل للتجربة قابل للقياس وإلى آخره ما تتعلم في صفات العلم يصبح مع المدى القريب يتحرر من الذاتية يتحول إلى موضوعية لا يوجد اثنان على وجه الأرض يقومون مثلا بالتحليل النفسي بنفس الموضع الأمر يتعلق أيضا بالتاريخ ما يراه برادوس الكمالي صديقنا أنت تختلف فيه أنا لا أختلف فيه غيري يختلف فيه لا يمكن للعلم أن يكون فيه تعدد وجهات نظر بخصوص علام سبقت سومر بحدود 11,000 سنة أو أكثر تقريبا يعني علام مدينة تؤسست علام وأور وماري تؤسست قبل 15,000 سنة بينما سومر اسم سومر تؤسست قبل 6,000 سنة مين هن شعوب سومر؟ اسم سومر هو الجمع لشعوب المنطقة أو القبائل أو الأقوام اللي هن الآراميين والقبائل الهندو أوروبية مثل الجوتيين والحيثيين أو الحوريين والكاشيين وفق هالأقوام هاي تم تأسيس اسم سومر أي جمع ما بين أقوام هذه الأقوام في المنطقة الآراميين طبعا معروف أن في بادية الشام موطنهم والسومريين أو الكاشي والجوتيين
ما بين أناضول وصولا إلى وسط إيران أو مناطق إيران والعراق وسوريا. خزات حتى روجا إيرو تتهجرك أسا روشن بري هناك بري تشين أبوا جبروي بنجهجي زمين جي هيا زمين خورتي منا هاي كجماعة كارك تكي بتشتكي حزك بديروك ومجولي أحمد بمنطقة حيوي ومجولها كعمران بموسيقى موسيقى حزك جا علي بمثلا جيفاكيفا مجولة از بتشتم فكري وجهيفا قريداي ما هر يك جماعة تشتكي حزك ودخها بتأثر او ابراهيم جيجي مرسلة لي كليني او مجولة يعني ام تقارن هر يك جماعة نافي خواز زانيارة ناي واتايكو عبقرية يعني ام تشتكي مازنة يتي واتايكو جزانين حزك يعني جزانبون حزك يعني بتشتهاني قريداي بزانين مجولة هذا معناه زانيار نتشتكي دن شبروي هم قارن حمي ببن هيزك خورت يعني سر عرضي زما باوري نافبرا مدى هبا وكاركي درست نافبرا مدى هبا هم دقارن بهفدورا قلق تشتا بكن لي اف تشتا دم جيرا دوي و امي في كاري هيدي بهفدورا بريكو ببن البت وين وكما جي راستي ما ورن هر يك جماعتي خواستن كو في فكره بلاف بكي يعني جهوال خرابي جيش كسين هاني كو في تشتي حزدكن ودخوازن رولكوان هبه او جي خوا بالجمع بقرن. مرة أخرى كاكا زاد الظاهر هناك يعني فرق شاسع ما بين ما تعتبره وما تعرفه لأنه علم وما يعني أنا درسته وما قمت تطبيقه. أنا أستطيع أن أثبت لك الآن أمامك وأمام كل الموجودين أن الرياضيات أيضا ليس بعلم فن والطب ليس بعلم فن. ما رأيك؟ لا علم إلا بالكليات كاكا لا علم إلا بالكليات كل هذا كلام أرسطو ليس كلامي. بوفر قال لا علم إلا بوفر القابلية للتكذيب القابلية للتجربة عند البعض أو الشرط الأهم عند الراحل مثلا في عند الفالي ديفيد رجل الكهف أضاف شرط أنه كلما كان ذاتي كان لا يأخذ صفة علمية كلما ابتعد نحى إلى الموضوعية ولم تكن الآراء فيه آراء متخيلة أصبح علم. علم الآثار يختلف الآن دراسة الطبقات البيولوجية دراسة الكربون المشع الآن هذا قابل للتجريب يمكن أن يطلق عليه علم حتى من بين الآثار يعني ما يتعلق بمدى التاريخ الفيمنولوجيا أو علم دراسة النقد هذا يعني بشكل أو مع ذلك أؤكد لك 100% لن تصل إلى نتائج يقينية قطعية الدليل. أؤكد لك الآن فيما يعني سابق يستحيل الوصول إلى درجة يقين قطعي في التاريخ. أنا نطلع لعندك هذا كلامك عن سوما نروح شوف خزعل الماجدي شو عم يحكي. أخي لو كان علم ما بصير في رأيين خلاص معادن تتمدد يا أما لا تتمدد. إذا قال تتمدد هو القانون كل المعادن تتمدد بالحرارة أي كل شوف كليات لا علم إلا بالكلي إذا بجيب معدن واحد لا يتمدد بالحرارة يسقط. الخزعل الماجدي يعتبر السومريين هم جزء من هذا من قبائل من مجموعات جورجية اللغة التي يتكلمون بها يعني شوف يعتبرهم جايين من جورجيا. طبعا سلام إلى ابن خلدون كما قال اشياء يعني وانا اقول لك تاريخها من اخوان الصفا وكثير اشياء كان لطش لا اريد ان نوصل الى مغالطه الاحتجاج بالسلطه بكل بساطه لا علم الا بالكليات. طيب هذا ردك على خزعل الماجدي لو كان علم ليش تختلفوا؟ طب مين معه الحق؟ انت لم خزعل اما بالمعارضه تتبدل بالحراره لما لا يجرؤ احد ان يخالف؟ يسعد أوقاتكم جميعا. هذا الفيديو بالرد على الدكتور خزعل الماجدي. طبعا الدكتور خزعل الماجدي كثير منا شاف الفيديو تبعه بنفي وجود شيء اسمه الامبراطورية الميدية
ونفى وجود تاريخ الشعب الكردي من آلاف السنين في بلاد الرافدين أو في ميزوبوتاميا. نحن لحتى نوثق هاي المعلومة ونعتمد على علم الآثار وعلم الإيكولوجيا ونبتعد عن المرويات والنفي من منطلق انتماء قومجي لمحاولة مسح تاريخ الشعب، فهذه المحاولة نحن بنقول إنها محاولة فاشلة و لا تصلح أن يتم استخدامها في الأوساط العلمية. بداية خلينا نقرأ تاريخ صراع الإمبراطوريات أو صراع الحضارات في بلاد الرافدين بالاعتماد مع مؤرخين وعلماء عاصروا تلك المراحل، والدكتور خزعل الماجدي ودكتور بيبني معلوماته وفق علم الآثار وفق مؤرخين قدماء. المؤرخين القدماء هو المؤرخ زينفون تلميذ سقراط اللي ذكر أول من ذكر اسم كاردوخ أو كردستان، وهذا الذكر كان قبل الميلاد ب 450 إلى 500 سنة قبل الميلاد، أي ما يعني قبل وجود المسيحية وقبل وجود السريانية وقبل وجود الفارسية وقبل وجود العربية وما إلى ذلك من قوميات أخرى وإثنيات أخرى. فبالعودة على الإمبراطورية الميدية، ولما منشوف نحن أنه نهاية الإمبراطورية الآشورية كانت على يد الميديين أصحاب الإمبراطورية الميدية مؤسسها الملك دياكو يا دكتور خزعل الماجدي الموقر. هذا الملك دياكو بتوحد قبائل أو أقوام زاغروس استطاع تأسيس الإمبراطورية الميدية قبل ما يكون في شيء اسمه وجود كيان فارسي أو إمبراطورية فارسية أو شيء اسمه فارس بالمنطقة، أي ما يعني أنه ليس هناك علاقة بين الميديين والفرس. وبالتالي زينفون يعتبر مرجعية في علم التاريخ، وهيروديت يعتبر مرجعية ذكر اسم الكرد، وهناك ألواح طينية مسمارية كثيرة تذكر اسم كوردين وكاردوخ وكاردو بالإشارة لشعوب الكرد في تلك المناطق. نعم الكرد لم يعرفوا أنفسهم كقومية في إمبراطورياتهم، لأن الإمبراطورية كانت إمبراطورياتهم مبنية على الحكم تلك الجغرافيا، أو كانوا هم أبناء تلك الجغرافيا. وبعدها جاءوا الشعوب السامية، ما يعرف بهجرات الشعوب السامية يا دكتور خزعل الماجد، وأنت تعرف تاريخ هجرات الشعوب السامية في تلك المناطق. فإذا توحد البابليين والميديين مع بعضهم ضد الإمبراطورية الآشورية وأسسوا الإمبراطورية الميدية. هذا يعني أن ديانة الزردشتية هي ديانة كردية وليست فارسية. أخ أحمد هو عم يحاول يزيف العلم، ينفي العلم. هو ما قدم ما بنى تصريحه على مبدأ علمي، وإنما قدم تصريحه على مبدأ انتمائي. في كتير فرق هون بين إنك تقيم أو تعرف عن شيء من خلال مصادر علمية. مثلا هلا أنا بدي أعطيك فيديو مبنية على مصادر علمية. شو هي المصادر العلمية هون؟ هي تعتبر علم الإيكولوجيا أو علم الآثار. هذا العلم اللي ممكن انه يفصل بيني وبينه. هو عم ينفي من بدون اي ادله او بدون ما يقدم بديل، وانا عم اقدم له اياها علميا الرد. سواسك يا زاد، كل الشكر لك مرة ثانية. ليه ما في العلوم، أنا كلامي واضح، في العلوم العقلية الدقيقة، يعني مثلا في العلوم التي قابلة للتجريب قابلة للمشاهدة لا نجد خلاف. أما اللي بيكون في متعلق في الإيديولوجيا، علوم الاجتماعي بشكل عام كلياتها سؤال واضح. المأزق الذي تعاني منه العلوم الاجتماعية يعني مروع. الثاني في مبدأ في فيزياء الكم، وفيزياء الكم هو بارادايم العلم بمعنى البارادايم مجموعة القواعد اللي تم اتفاق فيها في اختصاص ما، يعني أطاح ببارادايم قديم اللي هو بارادايم نيوتن في الفيزياء الكلاسيك. البارادايم مجموعة القواعد اللي اتفق فيها أهل الاختصاص، وحدث ما حدث أينشتاين كان مو عاجبه لا التشابك الكمي ولا إلى آخره. بفيزياء الكم يعني هايزنبرغ يقر مبدأ عدم اليقين، قياس جملة كمومية لا يمكن قياس جملة واحدة فيه، يعني يا أما مكانها يا أما سرعتها، أما اثنيناتهم بنفس اللحظة فيقال لا في عدم اليقين وعبر عنها بالمعادلة. نحن نتكلم عن شيء من 3000 سنة،
أنت ما شاء الله لديك يقين مطلق أنه علم. نعم، سأستطيع أن أقدم دلائل كثيرة أن كثير ما تذكر في مقدمة ابن خلدون هي شطحات لا علاقة ولا تمت لها بالعلم، وأستطيع أن أحيلك إلى بعض الباحثين الذين اتهموه أشكر يعني بأنه سارق ونص. أستطيع أن أحيلك. ليس من غاية التشويه سمعت، وأكيد له قيمته، وهو ليس في علم التاريخ، في علم الاجتماع هو خلطون. أيضا علم الاجتماع ليس بعلم، وأستطيع أن أثبت. وإذا أثبتت ما الذي تعطيني الآن أمام الجميع؟ هو دقيق. العلم في حالة تطور، العلم في حالة يعني ما نعلمه نحن أمام الكون، نحن صفر، صم بكم عمي في كثير من الأمور. تماما يا أختي، ليس موضوعنا. أنا قلت لك كلام واضح. إذا أثبتت. تحياتي أيها الشجعان أو أيتها الشجاعات وشجعان. نشوفوا حتى لا ندخل متاهة أن ندخل في جدال بيزنطي لن يكون لها فائدة في النقاش. دعونا نركز على الأشياء المحددة. الأشياء المحددة، هناك نظريات تنظر إلى التاريخ أو علم التاريخ أو تنظر إليها بشكل من الأشكال وفق استراتيجية محددة. هناك مذاهب تنظر إلى التاريخ. علينا أن لا نسقط أو نسقط نتائج تلك النظريات أو نتائج تلك العلوم أو الأفكار على عموم علم التاريخ. هذا خطأ، يعني هو خطأ شائع بطبيعة الحال. وبالتالي لننظر إلى مسألة بهذا الشكل. التاريخ هو مصدر رئيسي لكل العلوم الحالية. التاريخ كان مصدر رئيسي، وخاصة المتعلقة بأصل الإنسان، طبيعة تطور الإنسان. يعني الإنسان تطور عبر مراحل طويلة جدا دامت عشرات الآلاف سنين. هذا التطور البشري على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على المستوى النفسي سيسيولوجي، على المستوى كل المستويات، هو بحد ذاته يتطلب بحثا عميقا في التاريخ. وبالتالي هذا البحث هو علم من العلوم الأساسية في أصل الأشياء. هناك مذاهب متعددة حقيقة. أنا أعرف العزيز آزاد ينظر إلى التاريخ كعلم تاريخ. الأخ أحمد، العزيز أحمد، ينظر إلى التاريخ بشكل آخر، أمر طبيعي. العزيزة رنا عندها نظرة أخرى مختلفة. هو تاريخ، البحث في التاريخ هو هكذا. هناك مدارس كثيرة تتحدث عن التاريخ وتبحث في التاريخ. لذا لنكن دقيقين، لا ندخل، يعني لا نتضارب في رؤيتنا للتاريخ عبر المذاهب التي نعتنقها على المستوى الفكري والإبداع، ونناقش عليها على أساس أنا رؤيتي للتاريخ صح وأنت رؤيتك غلط وهذا رؤيته صح والصواب وهذا خطأ. لا، يجب أن لا نضع التاريخ تحت ميكروسكوب هذا النزاع الإبداعي البشري المتقدم أبدا. التاريخ هو علم عميق جدا وأصل كل العلوم. أتمنى أني أوصلت الرسالة بشكل هيك مبسط. هذا اللي بدي أوصل لك يا أخي. عندك فرضيتين، نيوتن وأينشتاين. هذول اثنين بيدرسوا علم الميتافيزيقا، علم الفيزياء. شو يعني علم؟ الاثنين بيجمعون علم، نظرياتهم مختلفة، واحدة قد تكون صائبة والثانية قد تكون مختلفة. هذا بحث. أما دراساتهم يعتبر علم الفيزياء، هيك يعتبر. بعض التساؤلات أنا حددت تحديد من إخوان الصفا، حتى لا تقولي بعدين أنا استدركت. حددت تحديدا من إخوان الصفا. تستطيع إخوان الصفا في القرن الثاني الهجري أو الثالث، في أواخر القرن الثالث، ولا أحد يعرف، قليل منهم يعرف. وابن خلدون يمكن الخامس أو السادس، لا أعرف التحديد. كل الشكر لك إبراهيم. مرة أخرى نفس السؤال. الآن دخلنا في مسألة المزاجية من صفات العلم، يعني العموم. ألا يكون مزاجي، شخصي، فرداني، مرتبط بشخصية الفرد. الآن في كما أسلفت في العلوم الدقيقة، لا يأتي اثنين يختلفون على أن بالخلية سيتوبلازما أو حموض أميني. هذا لا يصير مسألة اختلاف.
لا أحد يجرؤ، وإذا أراد أن يثبت يستطيع طبعا، لكن عليه أن يطيح ببارادايم يعني سابق عليه وقوي. ودور الفلسفة هون المحرك. أنت تقول أنا أنظر إليه نظرة، والأخت رنا تنظر نظرة، والأخ أزاد ينظر. أين العلم؟ شوف شلون كنا في السرقة، وبعد ما أثبتت الآن نفي عظمته. ما التأكيد على أن العلم هو تاريخ البارادايم، والخلاف ما بين فوكو والخلاف ما بين كارل بوبر، وهم الآن أهم الناس الذين تكلموا في فلسفة العلم. فلننظر ما هو العلم كما يشرح لنا الراحل العظيم ديفيد رجل الكهف. رؤيتك بطة بيضاء لا يعني أن كل البط في الكون أبيض، قد يكون هناك بطة سوداء. ويقول له نعم فوكو، ويكمل ينظر للنقاش الجميل لنعرف كيف يتم الإطاحة ببارادايم على حساب بارادايم، والمحرر دائما هو الفلسفة. والفلسفة أيضا ليست علم، الفلسفة عبارة عن فن من الفنون. كل الشكر والاحترام لكم، وتفضلوا تابعوا. سأضيف كلام مهم لدكتوري ولأستاذي دكتور رائق النقري، والذي بده يتسمع عليه يتسمع. يعني مرة أخرى كان الموضوع عن شيء فنحوله إلى شيء آخر فقط، هكذا. يعني هذا هو النقاش، هذا نقاش العلم. لما الموضوع كان على ابن خلدون سرق، أم الموضوع كان عبقري، ولا موضوع كان أنا قلت لك غبي شيء مغالطة رجل قص ليش؟ قضية تطور الإنسان المسألة هنا بالضبط، التركيز هنا. جميع العلوم هكذا، هناك مدارس إبداعية للنظرة إلى التاريخ، هذا العلم وذاك العلم وذاك العلم. وبالتالي هذا لا يعني أنه هناك عملية تجذر في المسألة أو عملية اختلاف، لا، ليس اختلاف. الكل يعني حينما يكون لدينا على الطاولة علما ما، يتم بحث هذا العلم عبر الرؤية، عبر النظرة، عبر علوم دقيقة، أو النظرة في المسألة بشكل دقيق، أو إذا كان يحتاج إلى تمحيص وبحث. وخاصة علم التاريخ. علم التاريخ يفرق عن علم الفيروسات. علم الفيروسات أيضا لديه عمق تاريخي، شوفه لديه عمق تاريخي، ولكن علم الفيروسات هو النظرة إلى الفيروس من خلال الميكروسكوب إلى آخره. ولكن النظرة إلى العلم التاريخ هو بيختلف عن بعض العلوم، ولكن هو نظرة. ولكن هناك مثلا أعطيك أمثلة ثالثة أيضا من أجل إغناء الجلسة أكثر. ثم هؤلاء وجاءوا هؤلاء حتى استقرينا في أن هؤلاء الميديين والميتانيين والهوريين كلهم كرد، أو على الأقل أسلاف الكرد. ونظريات أخرى تحدث عن الكرد، أصل الكرد عرب، أو هناك نظريات كثيرة. وبالتالي هذا دليل كافي أن الباحث والعالم في علم التاريخ لديه وجهة نظر أو نظرة أو رؤية في التاريخ، في عمق التاريخ. هذا هو الواقع. هناك رؤية مختلفة. أنا مثلا رؤيتي عن تاريخ العربي في المنطقة بيختلف عن رؤيتك في التاريخ العربي، تمام؟ وهذا طبيعي جدا، لأنه أنا عندي مصادر ربما تكون ضعيفة قوية، أنت عندك مصادر قوية ضعيفة، وبالتالي ربما هناك مصادر توفر لك ما توفر لي. مثلا ربما أنا أقمت ببحث معين جيولوجي معين، أنت قمت ببحث جيولوجي مختلف شوي، فبالتالي بيتكون عنا فكرتين مختلفتين. إنه هذا تاريخ، عم نحكي عن علم التاريخ. تتكلم على شيء مخبري مجهري، الخلية مثلا سيتوبلازما، لا طبعا كل واحد بارادايم واحد. لا يجرؤ أحد موجود عالم موجود في الأرجنتين أن يدخل ويقول الخلية ليس لها سيتوبلازم فرضنا. نعم واحد لا يجرؤ. الخلاف تعرف وين؟ مثلا بالهذا بما يسمى علم الاجتماع، ما بين واحد يقول لك الله خلق آدم، وواحد يقول لك لا نجوا ارتقاء، نحن من المملكة الحيوانية مثلا. تابع فيديو الدكتور على كل حال وعلق عليه. وأنا أتأكد وأكد لك أنه بحث علمي، وأؤكد لك أن العلم حينما لا يكون مثبت تجريبي ليس بعلم. أنت ما شاء الله تستطيع أن تثبت كل ما حدث قبل 3000 سنة، وأنا طرحت عليك سؤال لم تجاوبني عليه كاكا. ما حدث في الحرب السورية ما الذي حدث؟ أنت تستطيع أن تجاوبنا؟ 10 سنوات أنت عشت وأنا عشت، ليس شيء لم نعيشه. ما الذي حدث؟ تعرف ما شاء الله كل شيء اللي صار؟ ما نعرف يا أخوي. هو بالتأكيد أنا جبت الأمثلة عن بعض العلوم، يعني أنا جبت الأمثلة عن علوم الأحياء، عن علوم الفيزياء، علوم الكيمياء، حالة طبيعية جدا. علم التاريخ بحد ذاته هو شو؟ علم يتداخل فيه الرؤى كثيرة. ليش رؤى كثيرة؟ لأنه البحث في أصل الإنسان، البحث في التكوين الاجتماعية، التكوين الديموغرافية البشرية، الهجرات اللي صارت، النزوح اللي صار، هي بحد ذاته هو
علم التاريخ، وبحد ذاته عمق في معرفة علم التاريخ. هناك رؤى كثيرة، يعني هناك رؤى كثيرة. من الطبيعي جدا أن يكون هناك اختلاف في الرؤية. يعني نظرة مجموعة من العلماء أقاموا بحث محدد في أصل يوغوسلاف مثلا. يعني علماء ثانيين ذهبوا، علماء تاريخ عم أقصد، ذهبوا إلى أصل اليوغوسلاف على أنهم سلافين. بعض العلماء قالوا لا، هذول أصلهم مو سلافين، هذول هجرات اجوا من الشرق الأوسط مثلا. بعض العلماء قالوا لا، هذول شعوب كيميريين، الكيميريين الذين هاجروا من القوقاز إلى يوغوسلاف قبل 2800 سنة. يعني هو شوف، في بحكم هو علم التاريخ يعني بحاجة إلى إبداع حتى في نظرة التاريخ، اعتماد على أشياء كثيرة، أدوات البحث أنا ذكرتها في البداية، البحث والتمحيص وإلى آخره، والدراسة العميقة وعلم الآثار. شوف ليش عم نقول علم الآثار؟ علم الآثار أيضا يدخل ضمن سياق علم التاريخ. تصور يعني يدخل، لأنه علم الآثار هو أحد أدوات التثبيتية لحدث ما وقع في التاريخ. وبالتالي التاريخ هو ليس فقط، أنا لا أسمي التاريخ علم فقط، إنما هو العلوم. التاريخ، علم التاريخ هو مجموعة كبيرة من العلوم التي تبحث في التاريخ. لاحظ آلية الخلط ما بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية واضح عندك. أرسل لك أيضا ديفيد رجل الكهف، واختلف مع زميل الصديق الغالي رودوس الكمالي، يقول أن السومريين كرد، ويقول أن الكاشين كرد، ومرة الكوتيين كرد، ومرة الحسين بيطالهم أكراد. ما شاء الله علم. لكن إبراهيم يبقى السؤال، لماذا هذه الدراسات هشة لدرجة أن يأتي واحد يطيح بها؟ طب لما الدراسات في العلوم الطبيعية ليست هشة؟ لما 3000 مليون عالم للآن من 100 سنة يحاولون كسر أو دحض فرضية النسبية لأينشتاين، لا يستطيعون. وعلى فكرة حتى لا يقول لي أنا يؤمن بالثابت المطلق، ممكن اللي طاح بنظرية أينشتاين، نسبية أينشتاين بالفيزياء الكم، ممكن يطاح بالفيزياء الكم بشيء آخر نحن لا نعرفه. تاريخ العلم سياق تطوري، لا يعني حتمية حدوثه إلى الآن، لكن أنت تبني على شيء سابق على الأقل. لما لا طبعا تستطيع إثباته بدرجة يقين قطعي، كما لا يقبل الشك ولا يقبل التأويل ولا يقبل الضحك، من لا صادر من ذاتيتك أكيد ستثبته. بس كذا وأنت تثبته لا تختلف معه. بجوز هو يقول الحسين الأكراد، كمان أنت تقول السومريين الأكراد، عشان شوية توزيع الأدوار. بالبداية كلام ديفيد رجل الكهف الراحل ديفيد، خلينا بالبداية نقرأه وبعدنا نعرف إذا الموجبات العلم التقييمات الذاتية. وثاني شيء أرفق الآن لكم أنني أنا دارس فلسفة العلم، دارس قدمت عليها مواد بحوث درست، حتى لا تعتبروني إني جاي بعمل فزلكات. الكلام الذي سقته الآن لا يمت للشخص لأي شخص بأي صلة، وأعتذر سلفا من الأخت رنا إذا فهمت كلامي بغير سياق وبغير معنى. لا أقصد المهاترات الشخصية على على المباحث الحقيقة أن يكون أكبر من هذا الشيء. أنا ما زلت طالب وما زلت أتعلم وأتعلم منكم أيضا. أعتذر مرة أخرى من الأخت. صدقت جزيب يا معود، شلون ما فهمت؟ كنت يمكم سنتين ضليت يمكم بالعراق. الله يحفظك أخت رنا. في نهاية هذا الحوار الممتع لا يسعني إلا شكركم
وتشجيعكم على المزيد من النقاشات الممنهجة والهادفة. هذا النقاش سينشر عبر اليوتيوب تحت عنوان هل التاريخ علم؟ دمتم بخير، دمتم معرفيات ومعرفيين.